ازاي تحسب سعر السبيكة الدهب عيار 24 لو كنت بتشتريها او كنت بتبيعها؟ السلام عليكم عملاء كنوز جولد الكرام، ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه؟ اول حاجة هنحسبها هي سعر السبيكة واحنا بنشتريها. اول حاجة لازم تعرفها رقم واحد هو سعر الدهب. سعر الدهب النهاردة مثلا عامل 5460 اللي هو عيار 24، فانت بتجيب سعر الدهب اللي هو 5460 بتجمع عليه واللي هو مصنعية السبيكة. طيب مصنعية السبيكة هنتكلم مثلا في السبيكة العشرة. مصنعية السبيكة العشرة بتكون حوالي 68 جنيه بالظبط. يعني احنا بنجيب الآلة معانا بنقول 5460 بنقول زائد ال 68، بعد كده بنقول يساوي، بعد كده بنضربهم في 10، بعد كده بنقول يساوي، بيدينا ناتج السبيكة. يعني هنعملها هنا برضو لحضراتكم 5460 و68 مصنعيتها، يعني اجمالي السبيكه 528. ده سعر جرام السبيكه، بنضربه في 10 بيدينا 55 280. ده سعر السبيكه ودي القاعده بتاعت السبيكه. طبعا بننفذ العمليه دي على اي وزن في السبيكه. رقم 2 هنتكلم في سعر السبيكه واحنا بنشتريها ازاي نحسبها. برضو اول حاجه بنجيبها سعر الدهب، ولو عايز تعرف سعر الذهب مظبوط وواقعي بينزل لحظه بلحظه على قناتنا على التليجرام كنوز جولد. هبعت لكم برضو التفاصيل في تحت الفيديو. نحسب بقى ازاي. بنقول 5450 ده سعر البيع، وبنقول 25 الكاش باك. 25 بتضاف على سعر الذهب، ده بيسترد لك، يعني الاجمالي بيبقى 5475. الاجمالي ده برضو بنضربه في مثلا 10، لو احنا بننفذ على السبيكه العشرة بيكون الاجمالي 54750. ودي القاعده، ادي القاعده بتاعتنا. محدش بقى يجي يقول لك اصل في ضريبه بتتخصم على السبايك، اصل مش عارف في مفيش طلب على ايه، مش عارف ايه. كل الكلام دوت غير منطقي بالمره. كل دي سبايك معانا البي تي سي اهي ال5 جرام، برضو كل السبائك دي ما بيتخصمش عليها حاجه في حاله البيع، وبيسترد لك كاش باك تقريبا 25 جنيه الى 30 جنيه على حسب البراند. يعني لو افترضنا ان المتوسط ال 25 جنيه دي بتضاف على جميع السبائك. وشكرا ليكم، ولو في اي تفاصيل تقدروا تكلمونا في اي وقت تحت امركم، ولو في اي اقتراحات لاي فيديو قادم برضه تقدروا تكلمونا. وشكرا لكم جميعا.